حبايب ايه عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ معلش على ما خلصت اللي ورايا، اللي انتوا عارفين النهارده اجازه يعني. نكد الاجازه نكد. حسام قاعد لي هنا وعامل بقى يلا مش هكلمكم عن مشاكل. طبعا انا كل مره بسالك ايه جديد ايه جديد. النهارده انا جايبه لك الجديد بقى. هنحضر مع بعض جيفيليه. انا سميته جيفيليه ربيع خريف يلا. يلا بسم الله حبايب قلب معايا. النهارده بنبتدي باول انسامبل زي ما انت شايفه. انت لابسه انت بتلبسي الفستان بالعرض، انا مش عارفه ليه. هو ده ايه يا ولاد؟ انا مش فاهمه. بس عموما جميل جدا زي ما انت شايفه. ده شيفون ده، مش عارفه ده ايه. المهم انت بتلبسي فستان بالعرض كده، اهم حاجه ما تركبيش بقى مواصلات. ولو اضطريتي تركبي مواصلات خدي الكنبه اللي ورا. ما انت هتتصرفي ازاي؟ لان انت ما فيش باب مترو هتعدي منه ولا ميكروباص ولا اي حاجه. فيلا الف مبروك. تاني انسامبل معانا يا بنات زي ما انت شايفه. هو غالبا هي المودلز قبل ما تدخل بقى هي نطه جامده او حاجه، لان الفستان شلح جه عند رقبتها. بس حلوه يعني حشمه وستره برضه ما فيهاش حاجه. يريوي زي ما انتم شايفين يا بنات. ده الانسامبل اللي بعد كده. هتقولي لي ده لازمته ايه يا مؤية؟ هقول لك لا يا حبيبتي، لا ده ليه لازمه جامده جدا. لان انت ممكن لو انت متخانقه مع خطيبك او جوزك واخده صاحبتك تدافع عنك لان انت ما بتعرفيش تردي، هي هتبقى في المقدمه. لا تقولي له كلمها هي هتبقى عداله عامله له كده. يعني كلمها هي، لان هي دي لازمه الفستان، مش لاقيه له حاجه تانيه غير كده. الله، لا ده جميل. الفستان ده جميل جدا. طبعا انا مش فاهمه ده فيه ايه. انت هتساليني تقولي لي اشمعنى دي يا مؤية هي اللي طبيعيه؟ اقول لك لا، دي غالبا تايهه من جيفيليه تاني، بس دخلت بالغلط بقى. قالت يمكن في اكل موزعين. هم قالوا لي ان ده فوج، يعني ده الجيفيليه بتاع فوج. انا شايفاه فوج سياحي بصراحه. يليوي، ده نوم العصر ده ولا قطع؟ نوم العصر ما بحبوش. طبعا انت هتتساءلي، كلنا بنتساءل يا ترى يا مؤية دي شايفه ازاي؟ هقول لك لا يا حبيبتي، هي مش شايفه. هو في سير وهم رابطينها بحبل وبيشدوا. لان طبعا انت لو لبستي الانسامبل ده هتتكفي على وشك. على ما انت هتشوفي ازاي هنتصرف ازاي. طبعا حبيبتي لو فكرتي تشتري الانسامبل ده لازم تبقى مناسبه اوبن اير، لان انت طبعا مفيش باب هتعدي منه، مفيش اي حاجه يعني ولا هتركبي عربيه ولا حاجه. يجيبوا لك حصان ياخدوكي من عند البيت يودوكي المناسبه. استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب، احنا غلابه. طبعا حبيبتي زي ما انت شايفه الانسامبل ده ملبوس. هتقولي يا ام ايه يعني ملبوس قبل كده انا اشتريه لا هقول لك ملبوس يعني في عفريت عليه جن يعني. طبعا انت ممكن تشتريه لو في ناس مثلا انت عايزه تشعوذي عليهم ولا حاجه، فتاخدي معاكي الفستان التاني وتشعوذي تعملي عليهم نمبر. وده يا بنات زي ما انتم شايفين ده اخر انسامبل معانا. هو غريب شويه وملوح لان هي الموضه لوحت في الفتره الاخيره، انا مش فاهمه فيه ايه. طبعا ده على مسؤوليتك لما تشتريه، ده على مسؤوليتك، لان انت هتبقي ماشيه ملوح، هتبقي ماشيه بورب كده لان هو مايل ناحيه الارض. فطبعا هيبقى ياخدك ويقع ان شاء الله. فانت ممكن تلبسي يعني جزمه فرده وفرده، يعني فرده فيها كعب والتانيه لا عشان توزني، عشان مش عايزين مشاكل في الشارع. بالتوفيق يا بنات في كل الجيفيليهات، ودايما مع مؤية في كل جديد. سلام عليكم.